بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة طالبات الصف الأول الإعدادي، رجعنا لكم تاني عشان نحل معاكم ونكمل منهجنا واحدة واحدة. المرة اللي فاتت احنا شرحنا أول درس عندنا الأفعال تنصب مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر. النهاردة إن شاء الله هنشرح أو هنحل مع الشرح المبسط كده سريع، وطبعا الشرح هيبقى في فيديوهات هتلاقوها تحت إن شاء الله في الديسكريبشن. طيب بعد كده هناخد الحل النهارده من كتاب الامتحان. طيب النص بتاعنا مصر يا جنة الدنيا. بيقول قال الشاعر: مصر نادتنا فلبينا نداها وتسابقنا صفوفا في هواها، فإذا باغ على الأرض رماها ترخص الأرواح والدنيا فداها. طيب هو الشاعر هنا عايز يقول لي إيه؟ الشاعر بيقول مصر نادتنا، مصر نادت علينا فلبينا بسرعة، استجبنا. لبينا يعني ايه؟ استجبنا. نراجع بسرعة كده. نداها يعني دعوتها. وتسابقنا تسارعنا. صفوفا مش واحد واحد، لا جماعات. في هواها يعني حبها. فإذا باغ يعني معتدي أو ظالم. فإذا باغ على الأرض رماها ترخص الأرواح والدنيا فداها. فبيقول لي هات من البيتين ما يلي. كلمة مرادفها أجبنا. لسه قايلين أجبنا يعني إيه؟ لبينا. كلمة مضادها سالمها. سلمها عكسها إيه؟ رماها، اعتدى عليها. مفرد أو كلمة مفردها الروح. فين الكلمة هنا اللي جمعها؟ جمع الروح. كلمة ليه؟ الأرواح. كلمة جمعها بغاة. باغ. لا احنا محتاجين نكبر الخط ده شوية. طيب جملة علاقتها بما قبلها نتيجة. نتيجة يعني ايه نتيجة؟ حاجة هتحصل هيجي بعدها ايه؟ حاجة تاني. مصر نادتنا، مصر لما نادتنا احنا عملنا ايه؟ فلبينا نداها. يبقى فلبينا نداها دي نتيجة لما ايه؟ قبلها. والكيف يتصرف المصريون إذا تعرض بلدهم للعدوان؟ فإذا باغ على الأرض رماها. لو حد اعتدى على بلدنا إيه اللي هيحصل؟ ترخص الأرواح والدنيا فداها، اللي هو نفتديها بأرواحنا. يبقى الإجابة هنا إيه؟ نفتديها بأرواحنا. على ما يدل قوله تسابقنا صفوفا في هواها. الناس بتجري بيتسابقوا في حبها. كلمة هواها بتدل على ايه؟ هواها يعني ايه؟ حبها. يبقى هنا بيدل على ايه؟ حب الوطن. يقول لي اكمل. فلبينا استخدام الفاء. الفاء حرف عطف يفيد الايه؟ الترتيب والسرعة. ترتيبه الايه؟ والسرعة. يبقى انا هنا اقول له فاد ايه؟ سرعة الاستجابة. تمثلت الموسيقى الخارجية في قوله. احنا اتفقنا يا شباب عندي نوعين من الموسيقى. نوعين من الايه؟ من الموسيقى. الموسيقى في الشعر. اللمحة البلاغية الجديدة اللي عندي الترم ده. الموسيقى في الشعر نوعين: داخلية وخارجية. ده سؤال امتحان ونركز معاه كده. ده سؤال ايه؟ امتحان. الموسيقى في الشعر كم نوع؟ نوعين: موسيقى داخلية وموسيقى خارجية. طيب الموسيقى الخارجية اعرفها منين؟ عارفين القافية؟ تأتي من ايه؟ من وحدة الوزن والقافية. يعني ايه قافية؟ يعني آخر حرف في البيت، هو ده القافية. يعني أدور على الكلمتين قد بيت الشعر عندي. آخر كلمة هنا وآخر كلمة هنا هتلاقي نفس الحرف ده ونفس الحرف دوت. يبقى بين الكلمتين دول في موسيقى إيه؟ خارجية. طيب الموسيقى الداخلية بتيجي منين؟ قال بتيجي من التكرار. تكرار أكرر الكلمة مرتين. يعني أقول إيه؟ هبوا
هوب. كررت الكلمة مرتين. طالما في تكرار للكلمة، لو لقيت الكلمة متكررة مرتين في نفس البيت يبقى أعرف إن في موسيقى إيه؟ داخلية. طيب إيه كمان؟ قال لي من التجانس اللفظي. يعني إيه تجانس لفظي؟ كلمتين فيهم شبه من بعض. كلمتين فيهم شبه من بعض، زي مثلا أقلام، أعلام. كنا بنقول عليهم إيه دول؟ بينهم إيه؟ ها؟ كنا بنقول إيه؟ لهم نفس الإيه؟ الوزن. خلاص كده على نفس الايه؟ الوزن. يبقى ده توازن موسيقي او اسم بنقول عليه تجانس لفظي. تجانس ايه؟ لفظي. ده برضو بيجي لي في الموسيقى الداخليه. يبقى انا لما يطلب منك سؤال موسيقى، اول حاجه بدور عليها الوزن والايه؟ والقافيه، ودي موسيقى خارجيه. طيب الموسيقى الداخليه اجيبها منين؟ كلمتين على نفس الوزن، كلمتين فيهم بينهم تجانس، نفس الشبه، فيهم نفس الحروف، حروف متشابهه، او تكرار، كلمه متكرره. طيب نرجع هنا تاني. فبيقول تمثلت الموسيقى الخارجية في قوله. قلنا خارجية هتيجي منين؟ من وحدة الوزن والإيه؟ والقافية. أهو الوزن فين؟ كلمة هواها وفداها. أهو دي القافية، نفس القافية أهي. يبقى أقول له هنا موجودة فين؟ هواها فداها. لبينا نداها، صورة حسية تحفز حاسة إيه؟ أنا لما أقول لبينا يعني استجبنا. نداها يعني دعوتها. الدعوة دي عبارة عن إيه؟ عن كلام، والكلام ده عبارة عن صوت. يبقى هنا بيحفز حاسة الإيه؟ السمع. طيب وتعكس الشعور بإيه؟ لبينا النداء بتشعر بالإيه؟ بالحماسة. في حماسة إن إحنا نروح إيه؟ نلبي. مصر نادتنا، تصوير لإيه؟ هي مصر بتنادي. مصر كده بتناديك؟ لا، مصر مش إنسان. يبقى أقول له صور مصر بإنسان ينادي. طيب قال حافظ إبراهيم: كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق، إني لأحمل في هواك صبابة يا مصر قد خرجت عن الأطواق. عايز صورة خيالية من البيت التاني وبين ما تحوي أو توحي به. تاني هنا هو عمل إيه؟ الجزء ده يا مستر مش عندنا ومش في النص. أيوه بس أنا بيديك تدريب بيدربك إزاي أنت تستخرج التعبير المجازي أو الصورة الخيالية. طيب كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق، إني لأحمل في هواك صبابة. هي الصبابة الشوق بيحمل، الحب بيتشل. أقول له لأ، يبقى أقول له هنا الصورة فين؟ إني لأحمل في هواك صبابة. أيوة ماله بقى؟ بيوحي بإيه؟ شدة الحب والتعلق بالوطن. شدة الحب والتعلق بالإيه؟ بالوطن. طيب عايز مصدر من مصادر الموسيقى الخارجية. قلنا الموسيقى الخارجية دايما هبص فين؟ في الآخر. عشاقي أطواقي. بقول له العشاق والأطواق ده مصدر للموسيقى الايه؟ الخارجيه. السؤال اللي بعد كده يقول: قال الشاعر: ونروي بالدم الغالي ثراها ونخوض الموت في كل البقاع، نحن جند النصر أبطال الدفاع، يوم يدعونا لنار الهول داعي، بأس أحرارك من بأس الحديد فاثبتي كالطود في يوم الصراع. تخير الصواب مما بين القوسين. معنى الطود يعني ايه طود؟ طود قلنا ايه؟ الجبل المرتفع. طود الاطواد اللي هي الجبال العاليه. المراد بالهول يعني ايه هول؟ الهول الخطر. الهول اللي هو الايه؟ الخطر. يبقى هنا هنختار ايه؟ الجبل والهول اللي هو الايه؟ الخطر. طيب بما دلل الشاعر على عظمه تضحيات المصريين، ايه الدليل على عظمه التضحيات؟ هم هنا بيضحوا بايه؟
نخوض الموت في كل البقاع ونروي بالدم الغالي ثراها. ها، يبقى يروي بالدم تراب الوطن ويضحي بروحه. ليه؟ لأن الإنسان ما عندوش حاجة أغلى من روحه ودمه. أي حاجة تانية تهون، فلوسك تهون، اللعبة تهون، إنما روحك ما تهونش عليك. ها، فهنا عظمة التضحية بتيجي منين؟ من التضحية بالدم والروح. طيب في البيت الثالث، نروح للبيت الثالث. ها، بأس أحرارك من بأس الحديد فاثبتي كالطود في يوم الصراع. ايه الرسالة اللي بيطمن بيها مصر؟ ها، بيقول لها ان ايه؟ بيطمنها بايه؟ قوة أبناء مصر كالحديد. ان ابنائها اقوياء زيهم زي الايه؟ الحديد. فبيقول لها اثبتي، اقفي، خليك كده ايه؟ ثابته زي الجبل الشامخ اللي ما يهزوش ريح. ويا جبل ما يهزك ايه؟ ريح. ايه القيمه المتضمنه في البيت الثاني؟ قلنا نحن جند النصر ابطال الدفاع. نحن، قلنا الضمير انا او نحن دايما بيفيد الايه؟ الفخر والاعتزاز. يبقى القيمه هنا فيها الايه؟ الفخر والاعتزاز بأبناء الايه؟ الوطن. استخرج من الابيات تشبيه وبين دلالته. عايزين تشبيه. عندي بيقول ايه؟ بأس احرارك من بأس الحديد. قوة الاحرار المصريين زي قوة الايه؟ الحديد. بقول له ايه؟ بأس احرارك من بأس الايه؟ الحديد. جميل. طيب بيدل على ايه؟ قوة وشجاعة المصريين. قوة وشجاعة الايه؟ المصريين. عايز اسلوب انشائي. نرجع كده الاسلوب الانشائي. الاساليب قلنا كام نوع؟ خبري وانشائي. انشائي قلنا زي ايه؟ امر، نحفظ، نهي، استفهام، نداء، تمني، تعجب. نحفظ، ندور على امر او نهي او استفهام او نداء او تمني او تعجب. طب الاسلوب الخبري ادور على ايه؟ ان، قد، لقد، مبتدأ وخبر، جملة فعلية فعلها ماضي، اي حاجة من الحاجات دي. يبقى انا هنا عايز اسلوب انشائي بدور على ايه؟ امر، نهي، استفهام، نداء، تعجب، تمني. نطلع كده الابيات. نروي بالدم الغالي ثراها. فينا امر؟ لا. في نهي؟ لا. استفهام؟ لا. ونخوض الموت في كل البقاع. كل ده اسلوب خبري وده اسلوب خبري. نحن جند النصر اسلوب خبري، مبتدا وخبر. ابطال الدفاع خبري. يوم يدعون لنار الهول داعي برضه خبري. بأس احرارك من بأس الحديد برضه خبري، لان انا ولا عندي ولا امر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تعجب. قال هنا ايه؟ فاثبتي. ده فعل ايه؟ امر. برافو عليكم. وفعل الامر ده دايما اسلوب ايه؟ انشائي. يبقى اسلوب انشائي اقول له ايه؟ اثبتي. نوعه امر. غرضه ممكن اقول الحث. خلاص كده بيشجعها، بيقول لها اثبتي. خلاص كده. اسلوب مؤكد وحدد وسيلته. اساليب التوكيد. لو رحنا خدنا اساليب الايه؟ التوكيد. لما يجي يطلب مني اسلوب توكيد، ده برضو سؤال امتحان. نركز. لما يطلب مني اسلوب التوكيد اعمل ايه انا في اسلوب التوكيد؟ اول حاجه كده انا ممكن اكد بايه؟ قال لي ممكن اكد بان او ان واللام، او اكد بان، او باكد بقد، او اكد بلقد، او اكد بحاجه اسمها التقديم والتاخير. ولما نكبر شويه هنعرف ان حاجه اسمها اسلوب القصر. اسمه اسلوب الايه؟ القصر. طيب تعال نشوف كده.
أأكد بإن زي ما أقول إيه؟ إن العلم نور. أسلوب مؤكد بإيه؟ بإن. طيب إن واللام، إن ربي لغفور رحيم. ادي اسلوب مؤكد بيننا. طب فين اللام؟ اهي اللام دي اسمها لام ايه؟ لام مزحلقه. لام ايه؟ مزحلقه. ولام المزحلقه دي بتيجي مع مين؟ مع خبر ان. بتخش على خبر ان، ما بتاثرش فيها اعرابيا لكنها بتديله تاكيد. بتديله تاكيد. يبقى لما ادور على ان واللام هتلاقيها دايما مع مين؟ مع ان. ان تبص على الخبر تلاقي فيه لام، يبقى هنا في ان واللام. طيب ان اقول ايه؟ علمت أنك ناجح. أسلوب مؤكد بإيه؟ بأن. طيب قد أقول إيه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك. أسلوب مؤكد بإيه؟ بقد. برافو عليكم. طيب ممكن أكد بإيه تاني؟ بلقد. أقول إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسلوب هنا مؤكد بإيه؟ بلقد اللي هي اللام وقد. طيب التقديم والتأخير، بصوا يا شباب بقى، التقديم والتأخير ده أعرفه منين؟ أنا هدور على حاجة من الاتنين. أدور على جر ومجرور أو ظرف. جر ومجرور أو إيه؟ أو ظرف. طيب ألاقيهم إزاي وأعرفهم إزاي؟ قال لي هتلاقي فعل يجي بعده جر ومجرور أو ظرف، أو جملة تبدأ بجر ومجرور أو ظرف. طيب أعرفها إزاي بقى فعل بعد جر ومجرور؟ أقول لك إيه؟ سمع في البيت أو سمع في البيت صوت. سمع في البيت إيه؟ صوت. سمع ده فعل جه بعده جر وإيه؟ ومجرور. أعرف إن في تقديم وتأخير. التقديم والتأخير ده حاجة من أساليب التوكيد. طيب جملة تبدأ إزاي؟ أقول لك في المدرسة طلاب بين الأغصان عصفور. الجملة هنا بدأت بظرف، هنا بدأت بجر وإيه؟ ومجرور، فهنا في تقديم وإيه؟ وتأخير. هو ده أسلوب الإيه؟ التوكيد. يبقى أنا أول حاجة أدور على أن، قد ولقد، أو التقديم والتأخير. فهو عايز أسلوب مؤكد. نطلع كده. في إن نروي بالدم الغالي ثراها، نحن جند بأس أحرارك. مفيش. حلو. طيب ندور على أن قد لقد. مش لاقي. طيب ممكن أأكد بالإيه؟ ممكن أأكد بالتكرار. تمام كده؟ طيب وممكن أأكد بإيه؟ النروي. مش ده فعل؟ جه بعديه إيه؟ ركز كده. ده جر وإيه؟ ومجرور. يبقى هو عايز يقول نروي ثراها بالدم الغالي. يبقى نروي بالدم الغالي ثراها ده أسلوب إيه؟ توكيد. بقول له نروي بالدم ثراها. وسيلته إيه؟ التقديم والتأخير. أكمل. تكرار كلمة بأس من مظاهر الموسيقى. قلنا التكرار موسيقى داخلية ولا خارجية؟ لا داخلية. كلمات داع والصراع من مظاهر الموسيقى الخارجية عشان دي القافية. في قوله الدم صورة حسية تحفز حاسة. الدم ده بإيه؟ لونه أحمر لون فبيتشاف. يبقى حاسة الإيه؟ البصر. وتعكس الشعور بالإيه؟ بالتضحية للوطن أو حب الوطن. قال إبراهيم ناجي وطن دعا وفتى أجاب بوركت يا عزم الشباب. الصورة الخيالية في قوله وطن دعا. هو الوطن بيدعو؟ لا، أقول له ده تعبير مجازي. صور الوطن
بشخص أو بإنسان يدعو. وضح مصدر الموسيقى في البيت. عندي كلمة إيه؟ أجاب الشباب. في توازن إيه؟ موسيقي. توازن موسيقي بين الكلمتين أجاب والشباب. السؤال اللي بعد كده بيقول نحن جند النصر أبطال الدفاع. نفس الإيه؟ الفكرة، بس هو زود بيت هنا قال إيه؟ اجري يا نيل عزيزا في الوجود واروي للأيام تاريخ الجدود. كلمة بأس، قلنا بأس معناها إيه؟ معناها قوة. بأس يعني إيه؟ قوة. يلا حبيبي قوة. مضاد عزيز. واحد عزيز عكسه واحد إيه؟ ذليل. برافو عليكم. يبقى ذليلا. جمع داع. دعاة. طب حد يقول لي داعون، برافو عليه، مفيش مشكلة. أو داعين. متى تظهر بطولة المصريين؟ إمتى بتظهر البطولة؟ نحن جند النصر أبطال الدفاع يوم يدعونا لنار الهول إيه؟ داعي بأن أحرارك من بأس الحديد فاثبتي قد طود الإيه؟ العظيم. يبقى إمتى؟ اليوم يدعونا لنار الهول داعي. يعني من الآخر كده في الإيه؟ ممكن حد شاطر يقول لي إيه؟ في الخطر. صح، برافو عليك. ما دلالة كلمة عزيزا في موضعها في البيت الثالث؟ واجري يا نيل وعزيزا بتدل على الإيه؟ القوة والمنع. قوي. نيل يجري قوي كده، في عنده شموخ وهو بيجري، مفيش حاجة بتوقفه، مفيش حاجة تتصدى ليه. في الأبيات موسيقى داخلية وخارجية. تعال نشوف الداخلية. الداخلية فين كلمة إيه؟ بأس وبأس التكرار. طب الخارجية فين؟ في داع والصراع. نفس الإيه؟ الجملة. يبقى أول الموسيقى داخلية تكرار بأس. طيب خارجية موجودة فين؟ في داع والصراع القافية. بيقول لي استخرج تعبير مجازي من البيت الثاني. البيت الثاني اللي هو بيقول ايه؟ بأس أحرارك من بأس الحديد. يبقى اقول له ايه؟ بأس أحرارك من بأس الحديد. اذكر دلالته. بيدل على ايه؟ يدل على قوة وشجاعة الأحرار أو المصريين. تعبير يوحي بالفخر والاعتزاز من البيت الأول. البيت الأول بيقول لهم إيه؟ نحن جند النصر أبطال الدفاع. ما احنا قلنا نحن وأنا تفيد الفخر والإيه؟ والاعتزاز. أقول له نحن جند النصر أبطال الإيه؟ الدفاع. دليل على عراقة نهر النيل. عريق. عريق يعني إيه؟ قديم قوي. يعني له عزيزا واروي للأيام تاريخ الإيه؟ الجدود. اروي للأيام تاريخ الإيه؟ الجدود. ده من زمان، بيحكي من زمان جدا. تاريخ الإيه؟ الجدود. قال الشاعر حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين. هات من البيتين تشبيه بين دلالته. سيبقى عبيرك بيت الغريب، سيف الضعيف، حلم الحزين. ادي تشبيه وادي تشبيه وادي تشبيه. هو هنا صور عبير مصر بايه؟ بالبيت. يبقى صور عبير مصر. ايه عبير مصر دي؟ مش عبير جارتنا، لا. عبير هنا اللي هي ايه؟ الرائحه الطيبه. الرائحه الايه؟ طيبه. يبقى صور رائحه او عبير مصر في بيت لكل غريب. نصور مصر بوطن لكل ايه؟ غريب. سيف الضعيف، صور مصر بسيف لكل انسان ضعيف. حلم الحزين، صور مصر بالحلم للحزين او بالفرحه. حدد من البيتين موسيقى خارجيه واخرى داخليه. قلنا خارجيه هتلاقي الجبين والحزين. الجبين والحزين دي خارجيه. طب الداخليه هنلاقيها منين؟ بيت سيف الضعيف. ده اسمه حسن التقسيم. يبقى البيت الايه؟ البيت الثاني حاجه اسمها ايه؟ حسن التقسيم.
وحسن التقسيم ده بيعمل ايه؟ بيعطي جرسا موسيقيا يطرب الايه؟ الأذن. آخر فقرة عندي بتقول: واجري يا نيل عزيزا في الوجود، واروي للأيام تاريخ الجدود، وانهضي يا جنة الدنيا وسودي، وعيدي مجدك الماضي أعيدي. معنى اروي هنا مش اسقي، مش مية، لا، بيقول لمصر اروي، احكي، قصي، يبقى اقصص. جمع الجنة جنان، وتنفع جنات تنفع جنات، يبقى في جنات وايه؟ وجنان. ماذا تمنى الشاعر في البيتين؟ قال لي: أن يجري نهر النيل عزيزا وتنهض مصر وتعيد مجد الماضي. فهي وأعيدي مجدك الماضي ايه؟ أعيدي. القيمة اللي يتضمنها الشطر الثاني من البيت الأول: اروي للأيام تاريخ، لسه قايلين عليها في الفقرة اللي قبل كده. القيمة دي هي ايه؟ العراقة والأصالة. طيب، استخرج من البيتين تصوير يحيي بالجمال، حاجة فيها جميلة. يا جنة الدنيا، يا جنة الايه؟ الدنيا. صور مصر بايه؟ بجنة. ومفيش أجمل من الجنة، ربنا يكتبها لنا ويكتبها لكم كده إن شاء الله يا رب. أسلوب إنشائي، قلنا إنشائي بدور عليه أمر، نهي، استفهام، تمني، نداء. فلسه قايل إيه؟ يا جنة الدنيا، يا جنة الدنيا. أسلوب إنشائي، نوعه نداء، برافو عليكم. سر جماله، لسه قايلين بيعمل إيه؟ بيوحي بالإيه؟ بالجمال. نداء هنا غرضه الإيه؟ تعظيم. اسلوب مؤكد، ندور على ان كأن، في قد، في لقد، مفيش. طيب ندور على كلمتين بقى لهم نفس الايه؟ الوزن. عندي الوجود والايه؟ والجدود. طيب في حاجة تاني، دول كده بينهم ايه؟ موسيقى داخلية. طب احنا عايزين هنا ايه؟ اسلوب مؤكد، يبقى ندور على فعل بعد جر ومجرور او ظرف. اروي، ادي الفعل، جه بعده ايه؟ جر ومجرور. اروي للايام تاريخ الجدود، يبقى هو عايز يقول كده: اروي تاريخ الجدود للايه؟ للايام. يبقى اقول له: اروي للايام تاريخ الجدود. ايه وسيلته؟ قلنا التقديم والايه؟ والتأخير. الوجود والجدود بينهم ايه؟ توازن، او بلاش توازن، ممكن نقول عليها ايه؟ تجانس لفظي. نقول عليهم ايه؟ تجانس لفظي. طب والتجانس ده بيعمل ايه؟ قال: يعطي جرسا موسيقيا يطرب الأذن. اجري يا نيل، اجري، نيل بيجري بيمشي. دي صورة بتحفز حاسة الايه؟ البصر، وتعكس الشعور بالايه؟ بالحماس والفخر والإعجاب بالنيل. أي واحدة منهم صح. اجري، اروي، كلمتان متفقتان في الايه؟ في الوزن، برافو عليكم. قال جبران خليل جبران: يا مصر أنت الأهل والسكن، وحمى على الأرواح مؤتمن. حدد من البيت مصدرا للموسيقى. عندي كلمة ليه؟ السكن ومؤتمن، ده بيعمل جرس ايه؟ موسيقي. توازن، او بلاش توازن، نقول عليها تجانس. نقول عليها ايه؟ تجانس لفظي. استخرج من البيت تشبيه.
يا مصر أنت الأهل، أنت الأهل. صور مصر بالأهل. بيدل على إيه؟ حب الوطن. بيدل على حب الإيه؟ الوطن. وبكده نكون يا شباب انتهينا من حل تدريبات كتاب الامتحان على نص مصر يا جنة الإيه؟ الدنيا. وإن شاء الله نتابع مع بعضينا كل مرة وكل حلقة جديدة هنحل درس جديد ونعرف ازاي نحل الأسئلة ديت عشان تكون وسيلة لينا لأن احنا نقفل امتحاننا إن شاء الله، لأن احنا عندنا امتحان شهر وقرب خلاص، وانتظروا معانا المراجعة النهائية اللي هتكون قبل كل شهر، اللي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مش هيخرج منها الامتحان. ومقفلين مع بعض يا أبطال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.